السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. مع بعض النهاردة هنعمل طريقة عمل البيتي فور. هنعمله بطريقة سهلة جدا ونشوف مع بعض ازاي هنحفظه. تقدري كده من نص كيلو دقيق تعملي كمية حلوة جدا. بيطلع معانا يا جماعة حلو قوي وسواه مظبوط، وكمان الرسمة بتاعته هنشوف مع بعض تبقى ثابتة كده وما يفرش معانا ولا اي حاجة في الفرن. زي ما انتوا شايفين كده طالع معانا هايل وناعم، وكمان هتكون المقادير معانا مظبوطة 100%. تحفة، طالع معانا تحفة. نقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. أول حاجة يا جماعة هو ده التب اللي هشتغل بيه. أول حاجة كده هنحضر كيس الحلواني، وقبل ما بشتغل في البيتي فور على طول فرننا ساخن على درجة حرارة 180. السلك في الرف اللي في النص كده كده ما بياخدش معانا وقت خالص في العجن بتاعه. بيكون معانا بقى حوالي 400 جرام للنص كيلو دقيق. احنا هنشتغل على نص كيلو دقيق. طبعا يا جماعة الزبدة طرية زي ما انتوا شايفين بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونش جاي تطلعينها من التلاجة وتشتغلوا بيها تكسر معاكوا العجان. تقدري كمان البيتي فور تعملي بالعجان او بالمضرب الكهربائي او حتى بمضرب سلك يدوي عادي جدا. يبقى مقاديرنا هتكون نص كيلو من الزبدة، وكمان هيكون معانا حوالي 125 جرام من السكر البودر، طبعا طحنينه ونخلينه. هي مقاديره سهلة جدا وبسيطة. هننزل بقى كده ونشتغل اول حاجة كده على سرعة هادية، وبعد كده بنرفع السرعة لحد ما الزبدة بتاعتنا توصل للقوام الكريمي ولونها يبيض. في الوقت ده هيكون معانا بيضة كاملة وصفار بيضة، ومعايا كمان رشة من الفانيليا السائلة، وهيكون معانا كمان كيسين من الفانيليا اللي هي البودر، ومعانا نص كيلو دقيق طبعا نخلينه كويس. بيكون كده عندك دقيق اللي هو ايه متخصص اللي هو جميع الاغراض، اهو صالح لجميع الاغراض. وطبعا في برضو اللي هو الكحك والبسكوت برضو بيبقى كويس جدا. شايفين اللي ده العجان شغال كده لحد ما هنلاقي الزبدة بتاعتنا نفشت كده معانا ولونها فتح. من وقت للتاني كده بنلم الجوانب وبنشغل العجان. هنبتدي بقى ننزل بالبيض واحدة واحدة كده، وكيسين من الفانيليا. مجرد كده ما نحس ان البيض اندمج هنوقف بقى العجان وهنبتدي ننزل بالدقيق. محدش يا جماعة يستصعب البيتي فور، اعمليه في البيت بأقل التكاليف. النص كيلو ده هيعمل معاك حوالي كيلو من البيتي فور. هننزل بقى بالدقيق بتاعنا. في الوقت ده مجرد ما تلاقي الدقيق اختفى معاكي هنقفل على طول العجان. ما تعجنيش كتير فيها عشان ما تعملش عرق وتبقى ناشفة معاكي. زي ما انتوا شايفين اهو، مجرد ما هتختفي الدقيق خالص هقفل العجان كده. تمام، بس شكرا. هي دي يا جماعة شايفين عجينة بتلزق. محضرين بقى الصاج بتاعنا وهنبتدي نحط العجينة في الكيس اهو،
وما تحطيش كتير، ما تمليش الكيس. شايفين القطعة اللي انا حطيتها دي كمان؟ وهقسم. مهم جدا يا جماعة الخطوة دي. هنقسم كمان العجينة، تاخدي حتة صغيرة كده ونبتدي ايه نشتغل بيها، عشان تعرفي تطلعي كده ايه الرسمة كويس وما تكونش تقيلة على ايدك. اهو شايفين بمنتهى السهولة بينزل معانا، سهل جدا. وانت واقفة كده مش هياخد معاكي نص ساعة. شايفين يا جماعة؟ وزي ما بيخش زي ما بيخرج، يا دوبك بس بيزيد حاجة بسيطة خالص، والرسمة بتفضل ثابتة زي ما هي. كل ما بحس كده ان العجينة خفت معايا بنزل حتة صغيرة بحتة صغيرة، ده بيطلع معانا نتيجة هايلة. نعمل رسمة الكمثرية كده اهو زي ما انتم شايفين، برضو حلوة جدا، تحفة. بنخلص بقى كل الكمية كده وندخلها الفرن على طول. اول ما الصاج يتملي معانا ندخله ونشتغل ورا بعضه اهو. ما بياخدش معانا يا جماعة ربع ساعة على درجة حرارة 180. بنعمل برضو الشوكولاتة بنفس الطريقة، بس بنعين حوالي معلقة ونص كبيرة من الدقيق، ونحط معلقة ونص من ايه الكاكاو، وبنمشي برضو بنفس ايه التكنيك اللي مشينا فيه بالفانيليا اهو. وطبعا في وسط الصاج بتاع الشوكولاته بنبقى حاطين 2 كده ولا حاجه من الايه الفانيليا، عشان نبقى عارفين السوا. بعد ما خلصنا البيتيفور ودخل معانا واستوى، طالع معانا يا جماعه تحفه، وعامل معانا كميه حلوه جدا. شايفين سواه مظبوط 10/10. بنحتفظ بيه كده في الكرتونه، بنحط ما بين كل رق ورق كيس، ونقفلها كويس طبعا، ونغلفها كمان من بره بستريتش، وتقدري بقى بتزوقيه زي ما تحبي كده. بقى خلصنا وصفة البيتيفور. شايفين الرسمة ثابتة وطالع معانا ناعم جدا وتحفة. لو وصلت معانا لحد كده بقى ما تنسناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة طبعا يشرفنا وجوده. بكده خلصنا وصفتنا. انتظرونا بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد. اسيبكم على خير واشوفكم على الف الف خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته، مع الف سلامة.